يو، جيت انا والاخ بيومي هنجرب بيبسي ماكسي الجديد. ايوه المشروب ده جامد جدا، وقلت لكم ان انا هجربه وهو تبع الحاجات اللي انا هعملها في القايمه. وجبت اهو وجايب 4 اطعمه تانية بس في الشنطه اوريها لكم لما اروح على طول. فبيس يعني انا قاعد برج اصلا، ده بتاع بيومي اللي هديهوله هو الباقي معاه في الشنطه. فقشطه 5 دقايق كده اروح ونعمل الفيديو. يلا سلام عليكم، هقابلكم هناك. وصلت البيت بعد ما كنا جبنا الحاجه من المؤسسه انا وبيومي، والحاجه هوريها لكم كلها دلوقتي هنا. ده اول مشروب ماكسي ليمون، ده اول مشروب. تاني مشروب ماكسي برتقال، ماكسي اناناس، واخر حاجه ماكسي بيبسي. الاربع اطعمه دول كل واحد فيهم حاجه جامده جدا. مشروب ماكسي ده انا اصلا مش حاطين في الليسته ان انا اجرب كل الاطعمه بتاعته، فقلت بعد الامتحان جبت انا وبيومي جبت الاطعمه بتاعته وقلت اجربها معاكم وهوريكم دلوقتي حاجه جامده جدا. يا اختي اسمع، اسمع التك. وادي اخر واحده. مشروبات الصودا فيهم عاليه جدا جدا جدا، اعلى ان هي مشروب حرفيا تبع المقاطعه. فهنشوف نبدا بمين. انا شويه جبت البيبسي قبل كده، كل ما بنضرب كبده انا وبيبي بنشرب بيبسي. فبسم الله الرحمن الرحيم. طعمها بيبسي، طعمها بيبسي يعني. بص، كدي كمشروب بدل البيبسي انا اديله بجد 10 من 10. بس لو حطينا يعني لو انا كان قدامي اشرب، لو بيبسي كانش طبعا مقاطع وده كان قدامي وده، انا اشرب ماكس برضه، لان ده بجد حاجه جميله جدا. نجرب الاناناس لاني بحب الاناناس طبعا اصلا. وافتكرته شعير، لما شفت شكله كده افتكرته شعير من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الروقان ده؟ بسم الله، ايه الروقان ده؟ مش مصدق ان في حاجه رايقه كده. وبالاناناس انا كنت بجد هفقد الامل. الاناناس طلع كده جامد جدا، طلع جامد جدا يا جدعان والله العظيم. بص حتى لونه والصودا بتاعته حاجه عاليه جدا. هنجرب بعدها البرتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طرطش عليا غير انا ببص الدنيا اصلا، ده انا هيطلع عين. طعمه برتقال مش ممكن. اسكت الله يخرب بيت ابوك، اسكت اسكت اسكت. يا جدعان يا جدعان، انا ما توقعتش ان هلاقي حاجه كده من بدأ الميريندا بنفس طعمها بنفس كل حاجه، بس جامد جدا. انا مش عارف الناس ما حدش فيهم عمل فيديو على البتاع ده قبل كده ليه، بس بجد حاجه جامده جدا. الليمون، مش عارف اقول لكم ازاي، بس الليمون يعني ما فيهوش طعم الليمون خالص. مش عارف يعني لو قلنا ده، يعني لو قلنا اللي هو الحته بتاعت الليمون وكده والطعم اللي هو الميزز ده، لا هو ما فيهوش، بس هو مسكر وحلو. هو 7 جدا، 7 جدا جدا جدا. احسن يعني ال7 احسن شويه. بس صراحه لو هنقيمهم كده بالبتاع ده، فانا احط الاناناس الاول، ده مريندا، بعدها بيبسي، او حتى بص يعني انا بروح دلوقتي لا احنا هنحط البيبسي هنا ونحط المريندا هنا، مع ان الاربعه جامدين جدا ومقارنه بين الاربعه يعني دي حاجه جامده جدا. بس بص حتى لو بعد انا فاتحهم بقالي قد ايه برضه لسه في صوت التاك، اللي هو الصودا بتاعتهم ما بتخلص. الصودا فيهم، الصودا في ده بجد بجد، الصودا في الاطعمه دي حاجه عاليه جدا بجد. انا حتى لو سبتهم كده بجرب اشربهم بكره، يعني انا هسيب منهم طبعا يعني، هتلاقي الصودا زي ما هي وهتلاقي شغال ونفس الطعم مش هيتغير. الصودا بتاعت المشروب ده جامده جدا. مش هنطول عليكم يعني، بعد ما خلاص جربناه احنا كده عملنا ايه، التحديات اللي احنا كاتبينها، وكده احنا عملنا الهدف التالت في القايمه. هو انا مش عارف رقم 29، رقم 29 خلصناه. واشطب عليه كده شطبه جميله غطوطه. ايه ده؟ القلم اتكسر، القلم اتكسر. فروحنا جاي رحنا بريناه ونعمل صح خطوطه كده وخلص. نخش بقى بالحاجات الجديده اللي نزلت معانا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا زودنا 1 2 3 4 5 6 7، زودنا 7 حاجات في القائمه تاني. اولهم حاجه انا مش هعمل لها فيديو ولا اقول لكم عليها ان انا عملتها ولا ليكم دعوه مقصا بيها، انا كاتبها لنفسي انا فقط. اروح ازور ستي اللي هي متوفيه الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه يا جدعان. رقم 50 بقى هلعب لعبه سلاحف النينجا مع ادم اخويا. انا مع ادم كنت لما زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب اللعبه دي، كان حرفيا بنقطع بعض.
وكنت بنتخانق وبيحصل اكشن ابن لذين، بس هنلعب انا وهو ويبقى حاجه ترول اصلا في الفيديو انا وادم، والعب انا ومحمد سمير لعبه بيس 6 واكسبه. هروح له ونلعب انا وهو بيس 6 ونجرب مطعم اكل اسيوي انا ومحمد سمير برضو، هنروح نجرب اي مطعم اسيوي ان شاء الله. لو اندومي يا جدع نصور صور انا وصديقي محمد سمير. انا اكتشفت ان انا ومحمد سمير ده ما عندناش صوره واحده مع بعض توحد ربنا، الالبوم بتاعنا كله على بعضه وما فيش صوره واحده توحد ربنا والله العظيم. بعدها ننزل جيم انا وهو مع بعض مره، يعني هو عشان في منطقه وانا في منطقه ممكن ننزل مره جيم مع بعضينا كده وعاشه وحش والحاجات دي. اروح له جامعه القاهره واقعد معاه، اروح اقعد معاه في جامعه القاهره، انا في جامعه وهو في جامعه تانية، فان شاء الله ربنا يكرم واروح. وبكده نكون وصلنا لاخر فيديو وكتبنا حاجات جديده في القائمه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكتب حاجات تانية واوريها لكم، وهنكون حققنا حاجه كمان ان شاء الله وربنا يكرم. وجربنا النهارده عصير ماكسي، الطعم ده جميل، الاطعمه دي جامده جدا، انصح اي حد يجربه. ونشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.